اهلا بيك يا استاذ صلاح. اهلا بيك. وانت مشرفنا هنا في البرنامج، ربنا يخليك. وانا يعني نفسي اسمع رايك في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. انا حاسه ان في جبهه رجالي عليا. لا لا خالص، مين اللي قال لك؟ يعني انا معاكي. انا معاكي. انت معايا؟ انا جاي معاكي. اي هوب بس عدو المرأة يعني يا ريت مش معايا. انت معاك الحق. يا ريت مش مين اللي معايا معاه الحق؟ مين معاه الحق؟ فيكم والله انتوا هم الاثنين معاهم حق بصراحه، انا صعبانين عليا الاثنين. لا هم اعتقد زمانهم اتطلقوا. لا ما افتكرش. هو ان شاء الله لا، لان الواحد برضه متكل على ان في حته حب ما بينهم ظريفه، ودي يعني مختلفين في الاراء بس اوكي. انا شفته بيتكلم قال له يا مصطفى انا والكادر وكده كان هيقوم ياكل. والراجل كان قبل الكادر 700 وبعد الكادر بقى 1000. هو المفروض يعمل لها هي كادر، مش كده والنبي. ما قالش على حكايه الكادر دي. هي طبعا مصر محتاجه كادر عشان بس ايه، انتوا بتناقشوا قضايا اجتماعيه بيأثر فيها كتير قوي، معظم مختلف القضايا اكيد يعني هيأثر فيها قوي مسألة الدخل ومسألة الدخول والنفقات يعني. فهم دلوقتي يا اتطلقوا يا اما على سلم نقابه الصحفيين برضه ماسكين ورق وعاملين احتجاجات. في ضيافه. عايزين رأيي في القضيه. انا الحقيقه شايف انه الاثنين في حاجات كانوا محقين وفي حاجات تانية ما كانوش كل واحد فيهم ما كانش محق في ايه. انا هقول لك يعني. طبعا الست ده بطبعها طبعا، انت عارفه انا معاكي. انا معاكي من الاول بس اهو انت واخده بالك. بس انا معاكي بس اهو الكلام مصطفى انا معاها دلوقتي هجي لك جاي. اتفضل. هي الست بطبعها طبعا انت عارفه يعني ايه، يعني اي قرشين لازم تفرمهم. ما هي بطبعها دي حسستني بالقلق. وكل قاعده اكيد لها استثناءات يعني في ستات مدبره بتعرف توفر تمشي امور البيت، زي ما كنتوا بتتكلموا في الانترو او انه في راجل ممكن يبقى ايديه مخرومه او حاجه، فالست انت عارفه ايديها ما فيش مسح يعني ما فيش اي اخراج. في ستات بقى ايديها منفذه من كل ناحيه. ده في القاعده العامه يعني. هي الست من الاول جوزك على ما تعودين انت عارفه، هي عودته في الاول ان هو شويه اللي هيتحكم، وبالتالي اداها المصروف. قال لك مش مصطفى في 4 ايام فرمته، قال لك كده في 4 ايام بتجيب خبر. فكان المفروض ان هو اللي بيتولى المساله، بس المساله لازم تظل في النهايه مشاركه، يعني بمعنى واضح ان الست بتاخد ال10 جنيه في اليوم، بتقف في طابور عيش قالت باين حوالي 4 ساعات في اليوم وكده يعني. مفيش وقت بقى للمشاركه. هو يقول لها بقى بقيه الفلوس بيعمل فيها ايه عشان نتكلم. ما عرفتش اوصل لغايه وقال له يا مصطفى في الواد الكبير بياخد مش عارف ايه، البنت الصغيره، ففعلا ظروفه صعبه. لو في مشاركه هيقدروا يدبروا احوالهم. هو بياخد 1000 اكيد في ناس بتاخد 700 وفي ناس بتاخد 600 وعايشين في مصر بنعيش باي حاجه، ما هو كل واحد حاطط ايده في جيب اللي جنبه يعني، بس ده موضوع تاني. ايوه بس هي الست مش راضيه يا استاذ محمد. الست دلوقتي مش راضيه، فاحنا بس عايزين نعرف من هو الرجل البخيل. يعني هي الست دايما تقول لك بخيل بخيل بخيل، طب ليه؟ لا هو البخل ليه وضع تاني. يعني البخل ممكن يكون في يعني مستوى من الدخل مختلف شويه. ده راجل معهوش بخيل فين بالظبط، يعني يجيب منين يعني قولي لي يجيب اجي معاكي ازاي؟ لا انا مع حضرتك بامانه، انا سيبك بقى من المناقشه اللي مع مصطفى. لا طب بس انا ما عرفتش برضو ال 700 جنيه دول بيوديهم فين. لا قال لك عنده 4 عيال، الواد الصغير بياخد 2 جنيه وفي سنه 6 ابتدائي باين 2 جنيه في 30 ادي ب 60 والبت اللي بعديه مش عارف بتاعه كام يعني. استاذ محمد خلينا نتكلم في العموم. يعني ده الست دايما تقول ان الراجل هو البخيل، بلاش الحاله في معظم الاحيان بيقولوا الراجل البخيل. ليه دايما يقولوا ان هو راجل بخيل ومش عايز عارف اسهل حاجه انك تعمل ايه؟ ان لما يبقى فيك عيب صدره اللي قدامك. يعني الست هي اللي بخيله؟ احنا بنتكلم في القاعده العامه يعني. لا انا في العموم دلوقتي خلاص احنا نسينا. لا انا ما اقصدش انها بخيله. هي عايزه فلوس عشان تصرف على فلوس كتير ولا على نفس. بقول لك ايه يعني بص بقى انا هقلب، انا معاكي فما تخلينيش اقلب. لا والنبي اقلب شويه والنبي يا استاذ محمد. لا بالطبع مش هقلب، بص ما تخلينيش اقلب شويه صغيره. انا معاكي. هقول لك حاجه دلوقتي، مش في انطباع عام وكلنا بنشوف ان الست مجرد انها تشوف فلوس تخترع منفذ يروح فيه الفلوس. والله بجد انا بتكلم بامانه. يعني الست مثلا ممكن تبقى قاعده كده تقول لك زهقانه ليه؟ ما احنا قاعدين في ايه؟ زهقانه في تلفزيون، اتفرجي على التلفزيون، العبي اتاري، العبي كمبيوتر، اعملي حاجه. زهقانه يعني عارفه ايه؟ في حاجه زي مصطفى انا لا شويه صغيرين ده بس. قال لك يا مصطفى باخد حبتين بس شويه كمان. لا انا عايزه حد بقى شويه كمان. يعني مش ممكن اللي في وداني كلهم رجاله واللي هنا كلهم رجاله. انا لوحدي. انا معاكي. تعالي
لا ما فيش حد معايا، والنبي يخليكم فير شويه صغيرين. طيب فير قوي. طب دلوقتي في العدل فظيع، خليك معايا. طب الستات الطبيعي ان هي بتطلب حاجات للبيت عشان تخليك انت سعيد وتخلي الولاد سعداء. انا نفسي ابقى سعيد قوي. يوم يجيبوا جاتوه ياكلوا كلهم مع بعض، هو بيعتبرها تبذير. ليه جاتوه؟ ما تقومي تعملي لنا حاجه حلوه. صح ولا لا؟ ده بيحصل. عايز ياكل من ايديها الحلوه. لا في ايه بيحب؟ لا 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 في ايه؟ لا وانت عارفه حته الجاتوه بكام دلوقتي عشان الراجل ابو كادر ده يجيب جاتوه؟ جاتوه ايه؟ جاتوه ايه؟ احنا بنتكلم في الجاتوه. الراجل ابو كادر اهو. حلوه الراجل ابو كادر دي عجبتني جدا. عنده حق استاذ محمد. يقول لك ياكل جاتوه. جاتوه ايه؟ ما هي حتتين جاتوه، ما هيجيبوا دست الجاتوه يعني. ده للعلم والله العظيم انا اعرف ناس بيجيبوا حته الجاتوه دي وبيقسموها اتنين، ما الحته بقت قد كده دلوقتي فبيقسموها اتنين. حته قد كده؟ وهي كانت قد ايه؟ لا كانت جاتوه، كانت مش جاتوه سواريه يعني، اللي هو الجاتوه الصغير العادي الطبيعي. ايه سواريه يعني؟ بتاع ايه السواريه؟ هو انا جايه من الاستاذ محمد انا بيتكلم، انا ما بتكلمش. الموضوع اتقلب في الجاتوه، هم اتخانقوا على الجاتوه. ما اتخانقوش على جاتوه. انا بتكلم في ان بعض السيدات، ما احنا نسينا دول خلاص. خلصنا دول. احنا بنتكلم دول خلاص روحوا اتطلقوا خلاص. يلا نتكلم في بتوع الجاتوه. احنا بنتكلم في بتوع الجاتوه. ايه المشكله ان هم يعني يخرجوا خروجه لطيفه في مره ياكلوا فيها جاتوه؟ ما ياكلوا فيها اي حاجه بس يخرجوا حلاوه، ياكلوا جاتوه حنيه يخرجوا. وانا مريم عصافير ما حسستني